ازيكم يا جماعه؟ فيديو النهارده هنتكلم على حاجات البنات فعلا بتركز فيها بلا استثناء وبص عليها اول ما بتشوف اي ولد. حاجات بسيطه بالنسبه لنا اكيد، يعني مش ازمه، بس اعتقد الحاجات دي لسبب ما بالنسبه لهم مهمه جدا جدا جدا. هخش في الموضوع على طول. طبعا بديهي جدا ان اول حاجه تكون من الحاجات دي هي الساعه. انا مش هقول طبعا ان الساعه مهمه ليه وكل الحاجات دي، انا هقول ايه الساعه اللي انت ممكن تجيبها وايه الساعه اللي انت ممكن ما تجيبهاش. حاول ان انت ما تجيبش ساعه فيك. انا عارف الساعات غاليه شويه، يعني في حاجات اوريجينال بس بتبقى ارخص، يعني في براندز اقل شويه من البراندز اللي غاليه جدا، يعني مش لازم تجيب مثلا تومي، مش لازم تجيب يو اس بول، في حاجات زي البا، زي في حاجات كاسيو. الفكره في ايه بقى؟ ان هي تبقى اوريجينال مش فيك. اولا الفيك بيبان عليها ان هي فيك، فده مش الطف حاجه ان هي تشوف ان انت لابس حاجه زي الساعه مهمه بالنسبه لك تلبسها كل يوم فيك. تاني حاجه الساعه الفيك بتبوظ بسرعه، فانت كده هتبقى بتجيب حاجه وهتبوظ وهتغيرها تاني، فهتقعد تزود نفسك على الفاضي. فالساعه الفيك اللي انت هتجيبها طبيعي ان هي مش غاليه، فبالتالي هتبوظ بسرعه ومش هتقدر ان انت تستخدمها فتره كبيره. فانا مش بقول لك يعني جيب ساعه اوريجينال غاليه وافشخ نفسك، لا، جيب ساعه اوريجينال بس البراندز اللي هي لو انت البادجت بتاعتك مش عاليه قوي ممكن تجيب حاجات من البراندز بتاعتها اللي هي متوسطه، دي هتبقى الطف وفي نفس الوقت هتبقى ريبريزنتبل. يعني الحاجه الثانيه برضو اللي هم بيركزوا فيها جدا هي نظاره الشمس بالذات. نظاره الشمس بتخلي شكلنا احسن طبعا، سواء في التصوير او شكلنا كده في الشمس واحنا سايقين واحنا قاعدين في حته، بتدي برضو انطباع كويس. انا معظم الصور اللي انا صورتها الحلوه اللي صورتها في حياتي كنت مصورها وانا لابس نظاره شمس، وقريت كذا حد بيتكلم في الموضوع ده ان من اسهل الطرق الناس اللي ما بتعرفش تصور انها تصور بنظاره الشمس، عشان مش هيبان عينيك باصه فين، ملامحك مش هتبقى واضحه كلها زي لو انت مش لابس نظاره. بس طبعا مهم جدا ان انت تختار النظاره اللي شكلها لايق على شكل وشك. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو قبل كده على اشكال الوش، ان في وش الاوفال، في الوش المدور، في الوش المثلث، في وش المربع. كل نوع وش ما عدا الاوفال يعني بيليق عليه طيب نظارات معين. فحاول ان انت تتفرج على الفيديو القديم اللي هو بتاع الاشكال الوش اللي بيليق عليها نظارات ايه، ده هيفيدك جدا عشان تختار شكل النظاره يكون فعلا لايقه على شكل وشك. طبعا انت ممكن ده تحتاج تجرب فيه اكتر من مره وتجرب اكتر من نظاره لغايه ما توصل للشكل اللي انت بتحبه. انا بالنسبه لي اكتر شكل بحس ان هو بيليق على كل الحاجات هي الحاجات الافيتور، اللي هي الريبان الافيتور، اعتقد انتوا شفتوها وعارفين شكلها ايه. دي انا شايف ان هي بتليق على اغلب الوشوش، سواء مربع او مدور او مثلث حتى او بيضاوي، لان هي فيها مقاسات، فيها سمول وميديوم ولارج، فايا كان شكل وشك حجمه عامل ازاي النضاره الافيتور هتبقى حلوه جدا عليه. من برضو الحاجات المهمه جدا اللي يعني خلينا نقول مش كلنا برضو بيهتم بيها قوي، موضوع الشوز. موضوع الشوز انا عارف ان السنيكرز الجوردنز والحاجات دي بتبقى مريحه، ولكن ما تلبسهاش على طول. يعني حاول تنوع ما بين الشوز الجلد مثلا، اللوفرز، السبتريلز، الحاجات دي، وفي نفس الوقت يبقى عندك السنيكرز، يبقى عندك الجوردنز، ويبقى عندك الحاجات دي عادي. انا بلبس الاثنين، بس دي حاجه البنات بتركز فيها جدا، خصوصا لو انت لابس وايت سنيكر مثلا ومش متنضف، لان انتوا عارفين ان الوايت سنيكر بيتوسخ بسرعه. فمهم جدا انك تراعي لو انت لابس وايت سنيكر انت تنضفه كويس. مهم جدا انت لو لابس شوز جلد يكون متلمع، يكون بيلمع. دي من اكتر الحاجات اللي اي انسان عموما بيبص لها لو بيقابل انسان تاني، الشوز اللي هو لابسها، لان دي بتورينا هو مهتم بنفسه، مهتم بنظافته قد ايه. عمرك ما هتلاقي واحد مبهدل وجزمته نظيفه والعكس صحيح. فموضوع الجزمه ده مهم جدا وحاولوا تخلي بالكم منه. لو انت وصلت للحته دي من الفيديو فده معناه ان الفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان تساعد ان الفيديو ده ينتشر وناس كتير انت تستفاد منه. موضوع المحفظه مهم طبعا، بس انا برضو مش هتكلم ان انت لازم يبقى عندك محفظه ولازم يعني ده طبيعي ان احنا كده كده لازم عندنا محفظه، ولكن انا بشوف لحد دلوقتي محافظ عليها سبايدر مان، بلاقي محافظ عليها مارفل، بلاقي محافظ عليها باتمان والكلام ده. اعتقد ان احنا كبرنا، يعني انا الموضوع ده خدته من بنات كتيره جدا، ان هم لما بيشوفوا المحافظ بتاعت سبايدر مان والحاجات دي مع اولاد بيستدفيهم جدا وبيحسوا ان هم يعني صغيرين. هي طبعا هي حريه شخصيه وكل حاجه، بس لو انت يهمك ان انت اللي قدامك ما تشوفكش ان انت لسه صغير وان انت لسه يعني الحاجه من الحاجات المهمه زي المحفظه حط عليها سبايدر مان، فحاول ان انت تقتني محفظه جلد، كارد هولدر حتى تستخدمه تحط فيه الكروت بتاعتك، او محفظه لو انت حاجتك كتير. بس المهم يعني حاول ان المحفظه دي ما تكونش، مش عايز اقول اطفالي قوي، بس حاول ان هي تبقى ايه، حاجه ناضجه شويه. طبعا برضو فكره ان المحفظه تبقى غاليه ورخيصه ده موضوع نسبي. ممكن اشوف محفظه غاليه حد تاني ما يشوفهاش غاليه قوي، ممكن اشوف محفظه رخيصه حد يشوفها غاليه وهكذا. بس المتفق عليه يعني ان هي تبقى جلد طبيعي على الاقل، ما تبقاش بتتقشر، علشان موضوع التقشير ده برضو كارثه. يعني لو انت قاعد مع حد ولقيت المحفظه بتاعته متقشره وبايظه وحالتها زي الزفت، اكيد ده مش انطباع حلو، زي الشوز بالظبط. يعني من الحاجات برضو اللي البنات بتركز فيها جدا والولاد ما بتركزش فيها خالص
هي مقاس اللبس عليك. مقاس اللبس عليك ان اللبس يكون مظبوط عليك، ما يبقاش واسع قوي الا طبعا لو انت بتلبس اوفر سايز، بس طبعا ده ليه ضوابط حتى. بس ما تبقاش لابس لبس فعلا مش باين ان هو لبسك. مش لابس مثلا بدله البنطلون بتاعها مكشكش من تحت او واسع، او الحجر بتاعه ساقط، او الكتف بتاعها بتاع الجاكيت نازل، او القميص الياقه بتاعته مدلدله كده مش ماسكه على رقبتك. الحاجات دي مهمه جدا، ان انت مثلا تبقى لابس بنطلون جينز واسع عليك كده ومكشكش من تحت وشكله مش حلو. الحاجات دي بتفرق. يعني مثلا الصوره دي بتوريك الفرق ما بين واحد لابس بدله مظبوطه عليه وواحد تاني لابس بدله مش مظبوطه عليه. طبعا الفرق واضح جدا. حاول تعرف المقاس المناسب عليك ايه، حاول تعرف الفيت المناسبه عليك ايه. لو انت بتحب السليم فيت، لو انت بتحب الريجولار فيت، لو انت بتحب الريلاكسد فيت، اعرف ده تقدر تشوفه وانت بتشتري حاجه. لو انت بتشتريها اونلاين تعرف تشوفها، تعرف تتشيك يعني الفيت بتاعته عامله ازاي، وطبعا بيبقى مكتوب على الليبل من ورا الفيت بتاعت الحاجه ايه. وحاول فعلا تهتم بالموضوع ده. او ممكن لو انت ما لقيتش المقاس بتاعك والحاجه عجباك قوي، ممكن ان انت تروح، انا بعمل كده ساعات في حاجات معينه، بروح اوديها للخياط بيظبطها لي يعني، بس مش في كل حاجه طبعا. وطبعا اخر حاجه وتعتبر من اكتر الحاجات اللي انا دايما بسترس عليها في كل الفيديوهات بتاعتي هي البرفيوم. موضوع البرفيوم ده موضوع مهم جدا جدا جدا، واكيد كلكم يعني اعتقد ان مفيش حد ما عندوش برفيوم، ولكن لازم تبقى برضو عندك ذكاء في موضوع البرفيوم ده. في برفيومز بتبقى مزعجه جدا، يعني اللي بيشمها كده بيحس ان هو ايه، مش طايق نفسه وهو قاعد معاك، وانت ممكن تبقى شايفها كويس. غالبا الحاجات دي ممكن تبقى سبايسي، مثلا لو حد عنده حساسيه ممكن يتضايق. ممكن انت تكون رشش كتير قوي فده يعمل لاست عكسي من الاخر، ان انت بدل ما تبقى حاطط ريحه عشان تخلي ريحتك حلوه، لا انت ريحتك بقت مزعجه. ان انت مثلا حاطط برفيوم تقيل في مكان مقفول، مثلا في شغل، او لو انت في المجامعه مثلا في المدرج، ان انت تختار برفيوم مش مناسب للفصل بتاعه. والموضوع ده ناس كتير بتفتكره رفاهيه، بس ده مش صح. في برفيومز بتتحط في الشتاء بس، وفي برفيوم بتتحط في الصيف بس. ده ليه؟ لان هي بتتفاعل مع العرق. مثلا لو انت مثلا حطيت برفيوم شتوي في الصيف مش هيبقى الطف حاجه، فعلا ريحته هتتغير مع العرق الكتير، هتحس ان انت فعلا حاطط حاجه ريحتها وحشه. والعكس صحيح برضو، لو انت حاطط حاجه صيفي في الشتاء هتطير بسرعه، لان هي بتبقى معموله عشان الحر وعشان تبقى فريش وعشان كل الحاجات دي. حاول تتيك كير من موضوع البرفيوم ده. حاول يبقى عندك على الاقل برفيوم شتوي وبرفيوم صيفي. مش هقول لك يبقى عندك مكتبه برفيومز، لو طبعا امكانياتك تسمح ان انت يبقى عندك اكتر من حاجه ده احسن واحسن. حاول ان انت ما تستخدمش البرفيوم بطريقه اوفر، ما تقعدوش ترشه في كل حته وتقعد ترش منه 10 15 رشه، هم 3 رشات بالكتير قوي. حاول ترشه في مناطق النبضات مثلا، علشان يعني دي اكتر مناطق فيها حراره في الجسم، فممكن ان الجسم يمتصها وتبقى ريحه الجسم حلوه مع الوقت. طبعا كلنا اكيد ممكن يبقى عندنا كل الحاجات الست حاجات اللي انا قلتهم دول، بس التريكس اللي انا قلتها فيهم دي اعتقد ان ممكن البعض منا ما يبقاش مركز فيها. فبليز تيك كير من الحاجات دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ليه، لان ده فعلا بيساعد في ان الفيديو ينجح وينتشر وناس تانية تشوفه. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهات جديده زي الفيديوهات دي. وهتلاقوني طبعا حاطط اللينكات بتاعت كل الحاجات دي في الديسكربشن. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، هتلاقوني بنزل حاجات جديده هناك كل يوم. باي باي.